الرحلات. بكل تأكيد يا فندم. يعني موضوع هام جدا جدا جدا، وهو التصويت يعني حق التصويت للمصريين في الخارج. فرحنا فرح كبير قوي لما عرفنا ان احنا لينا حق التصويت، او سيصبح لكل المصريين المغتربين في الخارج حق التصويت في الانتخابات الرئاسية. ماذا عن الانتخابات البرلمانية؟ يعني هو اولا اود ان انا اؤكد ان اللجنة التشريعية الوزارية وافقت على منح المواطنين المصريين المقيمين والمغتربين في الخارج حق التصويت في الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، ومجلس الوزراء أقر هذا الحق بالنسبة للمصريين اللي موجودين في الخارج من خلال تغيير بعض مواد القانون رقم 56، القانون رقم 73 لسنة 56 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية. فده إنجاز كبير للغاية للمواطن المصري المقيم في الخارج، وأنا بقول له مبروك وبهنيه على موافقة مجلس الوزراء. هنتوقف عند هذه التهنئة وهناخد ماذا عن البرلمانية بعد ما ناخد أستاذ سعيد من إيطاليا. وأستاذ سعيد، أنا سعيدة جدا أن أنت تواصلت لنا، وأنا سعيدة بمتابعتك لوصال. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فندم، فيه والله حضرتك شكوى ان انا يعني مثلا انا لما بروح القنصليه المصريه هنا ما بلاقيش كرسي اقعد عليه ان انا اكتب الطلب اللي انا بعمله. ما بيدونيش وصل حضرتك بالمبلغ اللي انا بورده. المفروض اخد وصل ان انا كنت بعمل مثلا توكيل حضرتك في ميلانو. حضرتك كنت بعمل توكيل عشان زوجتي تعمل تعديل في اسماء الاولاد في شهاده الميلاد. ايوه. ما ادونيش وصل توريد للدوله. يعني انا دفعت 35 يورو مقابل ايه؟ اللي هم ادوني دمغتين اتنين حضرتك على التوكيل، كل دمغه ب 5 جنيه ودمغه ب 25 جنيه، يعني المجموع 30 جنيه مصري. واخده بال حضرتك؟ انا كده وصلت الشكوى لسياده السفير محمد عبد الحكم شخصيا. حد يعني تحب حضرتك تقول مزيد من الشكاوى؟ شكرا يا استاذ سعيد. يمكن الشكوى دي سمعناها كمان مش بس من استاذ سعيد، كان في بعض يعني متواصلين معانا من خلال الفيسبوك كانوا نشروها عبر يعني الموقع، وقالوا ان هم فعلا ما بيستلموش اي ايصال يدل على انهم دفعوا هذه المبالغ. هو لم يتم تقديم ايصال نتيجة المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين في الخارج، وده لسبب بسيط للغاية، ان بالنسبة للتوكيل اللي عمله الاستاذ سعيد بيبقى فيه الخاتم بتاع القنصلية على التوكيل، ومكتوب على الخاتم الرسوم التي قامت القنصلية أو التي قامت السفارة المصرية بتحصيلها نتيجة هذه الخدمة القنصلية. الرسوم بتبقى مكتوبة بالجنيه المصري وبعملة على الدولة نفسه. على الختم نفسه. يعني ده إثبات، ده إيصال، ده إثبات أنه قام بسداد مبلغ سواء بالجنيه المصري أو باليورو أو بالعملة بتاعة الدولة اللي هو بيشتغل فيها. ده من جانب. من جانب تاني الطوابع ذات القيمة المالية اللي موجودة على المعاملة القنصلية، ده دليل ان هو قام بسداد بعض يعني قيمة مالية معينة للقنصلية او السفارة، لكن في الاختام اللي بتحطها القنصلية والسفارة مسجل ومدون فيها المبلغ الذي قام المواطن المصري بسداده نظير هذه المعاملة القنصلية. وممكن ياخد بيها صورة يقدمها مثلا للضرائب بحيث ان هو يثبت ما دفعه، يعني بمنتهى السهولة. لكن متعارف عليه، مش متعارف عليه، ولكن لم يجري العمل في كافة القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية والأجنبية، وليس المصرية فقط، تقديم إيصالات نتيجة المعاملة القنصلية اللي بتقدمها السفارة أو القنصلية. مش مصر لوحديها، كل البعثات الدبلوماسية والأجنبية في كافة دول العالم بيبقى مسجل على المعاملة القنصلية قيمة الرسوم اللي قام المواطن بسدادها نتيجة هذه الخدمة القنصلية. معانا أستاذ سعيد من أبو ظبي، بنرحب بحضرتك. معك مجدي من ابو ظبي. استاذ مجدي من ابو ظبي. نعم. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اول شيء كل سنه وانتم طيبين بعيد العمال، وان شاء الله تكون مصر دايما امنه يا رب. كل سنه واحنا كلنا بخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اول شيء بس كان ليا مداخله على الاخت اللي اتصلت وقالت ان في معامله بالنسبه لابو ظبي السفاره. احنا والله بنراجعهم صار لنا اكثر من 20 سنه، عمرنا ما واجهنا مشكله، بس هي العمليه ان هم دايما الناس بيحبوا يخلصوا الحاجه بسرعه، وكل حاجه لازم تاخد وقتها. يعني حضرتك كان ليك تعاملات مع السفاره في ابو ظبي وحسيت ان في تعاون؟ باستمرار، انا يوميا هناك، وحتى يعني من ضمن يوميا. يعني معلش يا استاذ مجدي، يعني يوميا انت بتعمل داخل السفاره؟ لا انا موظف خارج السفاره، بس عملاتي كتيره جدا. طب ايه سبب ترددك اليومي على السفاره؟
على اساس عندنا موظفين ولازم نختم التاشيرات الدخول والخروج والحاجات دي. اه فحتى من ضمن الحاجات الظريفه جدا، انا عشان اروح اصور ورقه من السفاره في ابو ظبي، انزل ابو ظبي لازم اخد حوالي نص ساعه بالسياره، فهم الناس موفرين لنا حتى ماكينه التصوير موفرينها فري مجانا يعني. فانا بشكر الناس اللي فيها كلهم وبدون مجامله، انا ماليش اي علاقه. يعني نتمنى ان ما تبقاش استثناء خاصه بحضرتك لتواجدك اليومي داخل السفاره. نهائي نهائي، انا كموظف خارج السفاره انا ليا مراجعات. يعني انا بتكلم يعني عارف احنا برضو ودودين يعني في ود كده بشوفك كل يوم بقى، فالمساله ما تبقاش محبه يعني، تبقى قاعده عامه لكل الناس. لا، ما هو انا برضو من ضمن الناس اللي بحط اوراقي الساعه 9 الصبح، بستلمها الساعه 2 كاي مراجع زي اي حد. بس انا بقول خدمات حتى اللي في السفاره، يعني انا مجرد ما احب اصور ورقه. شكرا لشهاده الحق دي يا استاذ مجدي، وبنشكرك جدا. سياده السفير، يعني برضو يعني استاذ مجدي هنا اشار للمعامله الجيده داخل السفاره، بس في نقطه كمان، الاوراق، ليه الاوراق ما تبقاش عن طريق التعامل الالكتروني؟ يعني كل البلدان دلوقتي ليه انا انزل نص ساعه قبل ما اروح، او حتى زي ما احنا شفنا في بعض البلدان ساعتين و3؟ يعني هي ليست كل الدول بتقبل التعامل بالطريقة عن طريق الانترنت او عن طريق شبكة المعلومات الدولية. في بعض الدول اخذت بهذا النظام، ولكن ما زال العديد من الدول التي لم تأخذ بهذا النظام. ولكن في حالة اتفاق جميع الدول على الاعتراف بالأوراق والمستندات والشهادات عن طريق شبكة المعلومات الدولية، كلنا هنسير هذا التطور. ولكن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات جوه مصر بترفض التعامل بالمستندات اللي احنا ممكن نحصل عليها عن طريق الانترنت او شبكة المعلومات الدولية. هيبقى عندنا مشاكل في التصويت في البرلمان ان شاء الله؟ لا، هو ليس هناك مشاكل، لكن احنا يعني انجاز كبير تحقق في اعقاب ثورة 25 يناير المجيدة، وهو موافقة الحكومة المصرية على حق المواطن المصري في التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات. بيجري الآن دراسة آلية تنفيذ ممارسة هذا الحق. احنا سمعنا عن التصويت الإلكتروني، وقلنا التجربة الهندية، ويعني احنا بس عاوزين أي وسيلة للتصويت. ايه اللي هيتم؟ يعني احنا حضرتك بعد ثورة 25 يناير المجيدة حان هذا الإنجاز، وهو تعديل القانون 73 لسنة 56 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، وإقرار حق المواطن المصري في الخارج في التصويت في الانتخابات الثلاثة، سواء برلمانية أو رئاسية أو الاستفتاءات. احنا دلوقتي جاري العمل على دراسة وبحث آلية تنفيذ هذا الحق بالنسبة للمواطن المصري اللي موجود في الخارج. احنا يعني انجزنا خطوة كبيرة لقدام. احنا عاوزين الكواليس، هيبقى في تصويت برلماني ولا لا؟ ان شاء الله هيبقى في تصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات، وزي ما اوضحت ان آلية تنفيذ ذلك بيتم بحثها ودراستها خلال المرحلة الحالية. المواطن المصري في الخارج ده جزء أصيل وجزء جوهري من النسيج المصري. زي ما حضرتك عارفة احنا لنا ما يتراوح ما بين 6 و7 مليون مواطن مصري. ال6 و7 مليون مواطن مصري دول لهم علاقات صلة قرابة وصداقة مع حوالي 30 أو 32 مليون مواطن مصري داخل أرض الوطن. من ناحية تانية ال7 مليون مواطن مصري دول بيقوموا بتدعيم الاقتصاد المصري. الجاليات المصرية في الخارج بتقوم بتحويل حوالي 9.7 مليار دولار سنويا، وده آخر تقرير احنا حصلنا عليه من البنك المركزي المصري. بمعنى ان الجالية المصرية بتلعب دور جوهري ورئيسي في دعم الاقتصاد المصري. احنا بنتطلع خلال المرحلة القادمة إلى قيام المواطنين المصريين المقيمين والمغتربين في الخارج بلعب دور رئيسي في دعم الاقتصاد المصري، سواء من خلال دعم البورصة المصرية والقيام بشراء وثائق صناديق الاستثمار المصرية التابعة للبنوك المصرية المختلفة، أو من خلال الاستثمار تنفيذ المشروعات. وإحنا عندنا في الهيئة العامة للاستثمار مجموعة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي ممكن الجاليات المصرية في الخارج تلعب دور كبير
في القيام بتنفيذ هذه ده الاستثمارات. اللي بنتمناه يا فندم، واكيد المصريين اللي في الخارج كل قلوبهم بتبقى متعلقه بمصر. احنا في نهايه برنامجنا لان وقت حلقتنا خلص. بنشكر حضرتك جدا على تواصلك معنا، وبنشكر كل اللي اتصلوا بينا، ودائما على وصال. شكرا لكم. يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي.